اهلا بيكم في جزء جديد من قائمه احسن 100 فيلم مصري. النهارده معادنا مع الجزء الرابع من القائمه. في 3 اجزاء فاتوا، روح شوفهم واتفرج عليهم واستمتع بيهم وقول لي رايك في التعليقات. يلا نبدا افلام النهارده. الفيلم رقم 70 في قائمه احسن 100 فيلم مصري هو فيلم الوحش، انتاج سنه 1954. سفاح ملقب بالوحش في احدى قرى الصعيد، كل الناس بتخاف منه حتى الشرطه، لغايه ما بيتم ارسال ضابط جديد عشان يقضي على الوحش. بطوله انور وجدي ومحمود المليجي وساميه جمال، تأليف نجيب محفوظ وصلاح أبو زيد. الفيديو اللي بعد كده هو فيلم يوميات نائب في الأرياف، إنتاج سنة 1969. أما البطولة لأحمد عبد الحليم وتوفيق الدقن وعبد العظيم عبد الحق، تأليف توفيق الحكيم وإخراج توفيق صالح. الفيلم اللي بعد كده وهو رقم 68 في قائمة النهاردة، الحب فوق هضبة الهرم، إنتاج 1986. أما البطولة فالأحمد زكي وآثار الحكيم، تأليف نجيب محفوظ وإخراج عاطف الطيب اللي أنا بحبه على المستوى الشخصي جدا. الفيلم اللي بعد كده هو فيلم المراهقات سنة 1960. أما البطولة فالماجدة ورشدي أباظة وحسين رياض، تأليف علي الزرقاني وإخراج أحمد ضياء الدين. الفيلم رقم 66 النهارده فيلم أغنية على الممر، إنتاج سنة 1972. الفيلم بيتكلم عن فصيلة مشاة مصرية بيتم إحصارها أثناء حرب 1967. أما البطولة فمحمود مرسي وصلاح أبيل ومحمود ياسين وأحمد مرعي وصلاح السعداني. الفيلم رقم 65 هو فيلم رصاصة في القلب، إنتاج 1944. بيتكلم عن محسن شاب مستهتر ومتعدد العلاقات. الفيلم بطولة محمد عبد الوهاب ورائية إبراهيم. أما التأليف فلتوفيق الحكيم والإخراج لمحمد كريم. الفيلم رقم 64 هو فيلم المذنبون، إنتاج 1975، واللي كان ممنوع من العرض واللي احنا عاملين عنه فيديو في القناة، لازم تشوفه بعد ما تخلص عشان تعرف أكتر عن الفيلم وتعرف سبب منعه مدة كبيرة من العرض. بطولة سهير رمزي وحسين فهمي وصلاح ذو الفقار وعادل أدهم. الفيلم تأليف نجيب محفوظ وإخراج سعيد مرزوق. أما الفيلم اللي بعد كده هو فيلم قنديل أم هاشم، ده رقم 63 في قائمة النهارده، إنتاج 1968. أما البطولة فلصاحب نصيب الأسد من أفلام قائمة أحسن 100 فيلم مصري شكري سرحان، سمير أحمد، أمينة رزق، عبد الوارث عاصم. الفيلم تأليف يحيى حقي وإخراج كمال عطية. ولو بتسأل فاحنا قربنا، لأن الفيلم اللي جاي هو رقم 62 في قائمة النهارده، فيلم المستحيل، إنتاج سنة 1965. أما البطولة فنادية لطفي وكمال الشناوي وصلاح منصور. أما التأليف فمصطفى محمود والإخراج لحسين كمال. أما آخر فيلم في قائمة النهارده هو فيلم أمير الانتقام، إنتاج 1950. ما أعتقدش إن في حد ما يعرفش قصة فيلم النهارده، واللي ما يعرفوش يروح يتفرج عليه. بطولة أنور وجدي ومديحة يسري وفريد شوقي وكمال الشناوي وسراج منير. أما الإخراج فالهنري بركات. ما تنساش بقى اللايك والفولو عشان تكمل معانا باقي الأجزاء. سلام.